القصة نتاع اليوم كتبدا مع هاد الشيباني كيمشيو من واحد رئيس عصابة صغيرة، بقى هو وياه كيديو يجيبو في الهضرة. فجأة دخل عليهم المساعد نتاع رئيس العصابة وهز يديه برا، ومنين فتحها لقى فيها رملة كحلة. ما فهموا والو، ولكن الشيباني كان عنده رأي آخر وقال لهم قبل 57 عام وصلت هاد البرا نفسها لواحد أعضاء عصابة وحدين أخرين بحالكم، وخرج واحد النينجا وصفها ليهم كاملين. هما ما تيقوهش وبقاو يضحكوا عليه، وفي وسط الضحك طار الراس المساعد. هنا تصدموا وما فهموا والو، وبدا وكيتيريو غير من الطرف بالقرطاس من أي بلاصة. ترى السيد كيطير من بلاصه لبلاصه، بقى كيصفيها ليهم واحد واحد، وهما ما كيقدروا يجيبوا فيه حتى قرطاسه. بقى على هذا الحال وهما مخلوعين وكيتيريو غير على الله، وهو غير كيصفيها ليهم واحد مورا واحد حتى وصل للرئيس ديالهم. من بعد بقى الرئيس كيطلب ويزاوق وكيقول له غنعطيك الفلوس بزاف، ولكن الشيباني قال له لا جدوى، حيت غتموت غتموت. وبالفعل في التعليمات الرئيس، وموراها خرج النينجا وبقى كيتقدم لعند الشيباني حتى صفاها ليه. من بعد 24 ساعة غادي نشوفوا المحققة اللي سميتها ميغا كتدرس هذا الدوسي هذا، وجات لعند هذا المحقق وقالت ليه راه كاينه واحد العشيرة تاع النينجا كيجندوهم، ومن بعد منين كيكبروا كيردوهم قتله مأجورين. هو ما تيقاش، ولكن جبدات ليه واحد الدوسي نتاع مقتل نتاع واحد الوزير كان ديجا قتلو شي واحد من النينجا. نخليو التحقيق وندوزو عند هذا الساطر هذا سميتو رايزو، جالس في المصبانه مدخل حوايجو يتصبنوا. فجأة خرجت عنده وحده وقالت له واش ممكن تعاوني هنايا. قال لها اش كدير في برلين، وبقى يشوف فيها وقال لها من اين عشيرة انت. هنا عرفاتو عاقبها ونوضات هي وياه مضاربه. فجأة مول المصبانه اللي غيكون ناعس غيفيق، من غادي ينوض يشوف غادي يلقى الماكينه خدامه وبين رايزو دار في هذيك البنت. نرجعو عند المحققه ميغا، من بعد ما ولات تلاقات بمحقق وكتحاول تقنعه انه كاينه عشيره النينجا، ولكن هو كي ديما ولا يطلعها عليها وبدا يضحك عليها عاوتاني. نرجعو عند رايزو، من بعد ما صفاها لديك البنت ولا رجع لدارو. بعد ما دخل غنشوفو كيفتح واحد الغرف نتاع الاسلحه اللي كانوا فيها كاع جميع انواع الاسلحه نتاع النينجا، وفي نفس الوقت كيدير فلاش باك وكيتفكر اياماتو فاش كان في النينجا وكيفاش حتى دخل لهذا العالم نتاع النينجا. باختصار المعلم اوزونو كيبقى يخطف الدراري الصغار وكيدخلهم للمدرسه نتاعو، كيعلمهم جميع انواع الفنون القتاليه، ولكن ماشي اي فن قتالي، وانما الفن القتالي العنيف اللي كيخليه يعني تدريبات قاسيه وبلا رحمه. وفاش كيكون شي واحد عزيز على المعلم كيعطيه تدريبات قاسيه اكثر من الاخرين، لدرجه انه يقدر يبقى يجلدو لرجليه ويخليه يبقى يتمشى وكينزف، لدرجه انه هذا الروتين يقدر يعاودو له كل نهار ويعطيه اقصى التدريب الممكنه. غادي نشوفوا هاد السطا كتعالج رايزو فاش كان صغير من بعد ما جلدوا المعلم مزيان حيت كان عزيز عليه. هكاك هادشي غازيز عليه وشوف سمو دار فيه، اما يعلم الله كون من لحمه من دمه يبقى كنقتلو باش يبين له المعزه ديالو. المهم نخليو هادشي ونفوتو عند محققه ميغا. من بعد ما مشات للدار نتاع واحد المقاول صفاها ليه شي نينجا، وهنا جالسه المرا نتاعو كتعاود الميغا كيفاش وقع هادشي، وكانه رصداتو الكاميرا منين صفاها ليه ومشى. والسبب هو انه كانوا عندهم مخططات نتاع النينجا كاملين. من بعد ميغا هزات التسجيلات ديال الكاميرا وبقات كتشوف فيهم وبقات كتزومي وفتاي شكون غيطلع رايزو. غادي نشوفو رايزو جالس كيتدرب بوحديتو وفي نفس الوقت كيتفكر اياماتو في التدريب. غادي نشوفوه كان داير كومبا مع واحد الساط معاهم في نفس العشيره وكيتدربوا عادي، بقى كيتضاربوا بيناتهم. فجاه حتى غلب عليه رايزو وطيحوا، ولكن من بعد ما هذاك طاح ما رضاش وشد واحد العلبه من النار ويعطيها له اللعين. من بعد ما خلاه طايح تدخل المعلم، والمعلم عوض باش يعاقب اللي غدر مشى عاقب رايزو وقال له دوي هذاك الشماته، واش صافي هذا هو الالم في نظرك؟ قال له هذا هو الالم اللي يخليك طايح. شدو وعطاه واحد الضربه وقال له الا بقيتي حي من هنا للصباح عارف راسك راك نجحتي في هذا السطاج هذا وصافي راك غادي تجتاز مرحله الالم. وفي الصباح غادي يولي يشوف المعلم وغادي يلقاه باقي حي، وهنا فرح المعلم بالانجاز اللي دار رايزو. نخليو رايزو ونفوتوا لهاد المحققه ميغا. من بعد ما مشات لهاد المحقق وراتو تسجيلات الكاميرا ودوك المخططات، وهنايا غنشوفوا واحد الساط مراقبهم بالكاميرا. نخليوها هنا ونرجعوا عاوتاني عند رايزو. ومن بعد ما جا خارج عاوتاني تفكر اياماتو في التدريب، وبالضبط تفكر ديك الساطه اللي كانت كتعاونوا فاش كان صغير، فاش كبروا ولا هو وياها دايرين علاقه ولاو يبغيو بعضياتهم. وكيتفكر اياماتو في التدريب فاش كان كيدرب على الاساليب وهو مغمض عينيه، وفي نفس الوقت تعطيه واحد الكومبا ضد واحد الساط وهو مغمض عينيه وغادي يقدر يتغلب عليه. وهنا غيهنئوا المعلم اوزونو وغادي يقول له راك جيتي اختبار واحد اخر. وباللي الفيلم شبعان فلاش باك، سمو زعما غنبقاو غير فلاش باك من بعد غنعرفوا. في نفس الوقت غادي تفكر الساطه اللي كانت معاه من بعد ما هو سال الاختبار ديالو، جا الاختبار ديالها وقدرت تغلب الساط اللي كان ضدها. من بعد غيعطيها المعلم اوزونو موس وغيقول لها يلاه طعنيه، ولكن ما غاديش تبغي طعنو، وفي التالي غيهز هو داك الموس وغيولي يطعنها به. وهنا غنشوفوا رايزو حقد عليهم، وغادي نشوفوا في الليل جالس مراقب بلاصتها، وفجاه غادي يلقاها هربات وخرجات كطير من ديك البلاصه وهو غادي يلحق عليها.
من بعد موقع تابعها وصل عليها، ولكن هنا قالت له انا راني باغا نهرب، ما غاديش نقدر نتحمل نبقى عايشه هنا. هو قال لها لا غير بقاي، وقال لها الا مشيتي حصلتي راه بغا يقتلوك، ولكن قالت له اللي في راسي راه في راسي، ودعته ومشات. من بعد غادي يوقف عند التفكير وغادي يهز التليفون، وغادي توصلوا اتصال انه ميغا راها كتقلب عليه، وهو تا هو غيقلب عليها وغيبغي يعرفها فين كاينه. من بعد هي غادي تمشي للطوموبيل ديالها وغادي يطلق عليها المحقق وغادي يقول لها هاد الفكره اللي قلتي لي انت عن النينجا راه بدات تدخل لي لراسي، بحال بدا يقتنع، حيتاش وقعت عاوتاني واحد عمليه اغتيال اخر من طرف نينجا. وفاش هي رجعت لدارها مع غادي تدخل غادي تلقى بريه، نفس البريه اللي شفناها في البدايه نتاع الفيلم. فتحاتها وهي تلقى عاوتاني رمله كحله، ومع فتحاتها خرج ليها واحد النينجا، وهنا تلقى عليه نينجا واحد اخر ونوضوها بيناتهم، وهي هزت السلاح وبقات غير كتيري. ايوا كيقول لك المراه تقرا ولكن حتى السادس. راني مقشب معكم الجنس اللطيف. المهم هو جالس محارب هو وياها، وهي جالسه كتيري غير على الله وما فاهمه والو. وبقى هو والنينجا محارب حتى في يقدر يصفيها لذاك النينجا، وهنا قال ليها يلاه نهربوا، راهم غادي يجيو وحدين اخرين ليك. من بعد غادي يحيد داك التام وغادي يخرج شكون؟ غيخرج رايزو، غادي يقول لها يلاه نهربوا، راهم دابا غيجيو وحدين اخرين بالزربه. المهم صافي هزها معاه وزادوا ركبوا هو وياها في الطوموبيل ديالها وكملوا الطريق ديالهم. وفي نفس الوقت كيتفكر الساطا اللي كانت معاه وهي هاربه في وسط الغابه، تبعوها وحدين من دوك النينجا وشدوها، ومنين شدوها خرج واحد منهم وصفاها ليها. وهنا غيريزو حقد عليهم، وهو السبب اللي من بعد غادي يخليه يهرب. كيفاش غيهرب غادي نعرفو من بعد ما اول مهمه غيعطيها ليه المعلم ديالو، لحقاش كبر وصافي ولا متفوق. انا عطاه اول مهمه قال له غادي تدخل وغادي تلقى واحد الراجل مقدر وعنده واحد الساعه روليكس غاليه. جا من موراه وزرع عليه موس في عنقو، ولكن ما قتلوش وما نيط منه والو، حيت الحبيب مقادر وعنده ما يقول. بقى مشاد هو وياه دقه فيا دقه فيك، وفي الاخير قدر يتغلب عليه رايزو وصفاها ليه، وحيد له ديك الساعه وتلاقى مع المعلم ديالو فوق واحد العماره، وهز الساعه وعطاها للمعلم. ولكن المعلم قال له غير احتفظ بها، راه هذه هديه مني ليك كاول مهمه درتيها. وهنا جاب ليه واحده اخرى وقال له راه بغات تهرب وبغيتك نتايا اللي تقتلها هاد المره. وهنايا رايزو تفكر داك البلا اللي وقع لصديقته اول مره وحقد عليه، ويجبد السلاح ديالو وكيعطيه واحد الشلخه هي هذيك المعلم ديالو. هنايا امر المعلم انه كاع الرجال اللي معاه يهجموا عليه، وهنايا نوضها معاهم وقتل منهم بزاف، ولكن في الاخير قدروا يتغلبوا عليه ويطيحوه من فوق العماره، ولكن غيقدر يسلك. المهم غادي نكملوا من بعد ما صافي مشى هو ويميكا في الطوموبيل، وصلوا لواحد البلاصه. من بعد هي خرجات وخدات مكالمه هاتفيه وصلت على المحقق وقالت له راه واحد من نينجا راه معايا. وهنا قال ليها نتلاقاو في البلاصه الفلانيه واجي انت وياه. من بعد مشات هي وياه لعنده، وهنايا دار ليهم فخ وكان معيط على كاع الرجال والاستخبارات اللي كانوا معاه. ومن بعد ما جاو دوروه وهزوا رايزو واعتقلوه وداوه لواحد البلاصه وكتفوه مزيان وداروا وزرعوا الكاميرات في ديك البلاصه وبقاو يراقبوه من تما يشوفوا اش كاين. هنا ودات عنده ميغا وقالت له انا والله ما كنت عارفه، وهزت قرعه تاع الماء وعطاتو يشرب. من بعد ما عطاتو يشرب هنا قال لي اصدمها وقال ليها راهم غادي يتبعونا، وكوني اكيد انهم يقتلونا حيتاش كيقدروا يشموا ريحتنا كي الدياب، كيقدروا يفرزوا اي ريحه ويقدروا يعرفوا بلاصتنا في اي بلاصه. هنا تصدمات ومشات طلعات بالزربه لعند المحقق وقالتها ليه، قالت له دابا خصنا نطلقوا رايزو لانه غادي يهجموا علينا دوك النينجا. وقال ليها في حالتي الا هجموا راه غير بوحد الناقه دين عليهم. وهنايا عيات فيهم، ولكن المحقق راسو حجره. حتى هذا راه حدو السادس. المهم ما علينا نكملوا. المهم بعد ما صافي قلتها له وشفتو ما غاديش يقتنع، فجاه تقطع عليهم الضوء وما فهموا والو. وهنايا كلشي استعد باش يحاربوا. وهنايا هودت ميغا لعند رايزو وبغات تعتقو، لقات هذاك اللي عاس في الباب وسط طيحه وراسو قصح من الحجره، ما بغاش يحليها وبقات مقاتله معاه حتى خلاته يحلها. وانا تصدم فاش شافوا دوك النينجا فوق منيهم. وهنا صافي نوضوها بيناتهم قرطاس والنينجا كيتحاربوا من جهه، ولكن مع ذلك قدروا يغلبوا عليهم. قدرات ميغا تدخل على رايزو وتفكو. من بعد ما فكاتو خلاته هو يتقاتل معاهم، وهي مشات هربات للطوموبيل. بقى كيتقاتل معاهم ضربه فيا ضربه فيك، كيطيح منهم ها اللي كيقدر يجرحوا ها اللي كيقدر يهبطوا. المهم بقاو بيناتهم دقه فيا دقه فيك، وميغا في نفس الوقت راه كتساينو في الطوموبيل. من بعد مده وهو مقاتل معاهم شافهم غيغلبوا عليه وهو يعلق اهرب يا الطاهر ما تلفتش وراك، بقى غادي هارب. وفجاه جبدوا دوك النجوم النينجا وبقاو يشيروا عليه بيهم، مره يصيبوه مره ما يصيبوش. المهم هما تابعينه وهو هارب، بقاوم حتى واحد اللقطه صافي عيا ديال بصح وطاح. جا يلاه بغا يقتلوا هذا وهي تدخل فيه ميغا بالطوموبيل وقدرت تعتقو. الله لا يخطى علينا العيالات، راكم عاجبيننا.
صافي ركباتو معاها وهربوا. داتو ميغا لدارها وخلاتو تما يستريح وعطاتو واحد الجي بي اس، وهاد الجي بي اس هو اللي غادي تقدر الاستخبارات انها تحدد المكان ديالو، ومن بعد غادي يجيو خوتو النينجا وغادي يقدروا يخطفوه. من بعد ما خطفوه صافي جاو الاستخبارات، ولكن لقاو فات الفوت لانه هزو خوتو النينجا اللي كانوا كيتقاتلوا معاه وداوه. دخل المحقق لقى ميغاي جالسه وقالت له صافي راه داوه. وغادي نشوفوا رايزو من بعد ما شدوه كتفوه داو على هذا المعلم وتلاقى مع المعلم ديالو وقال له مده طويله ما شفتكش توحشتك، وهنا كيقصد زعما راني غادي نصفيها ليك. وهنا صافي جمعوا وقدام كل شيء وموجد ليه صافي باغي يعدمو. هنا مشى لعندو قال له علاش خنتينا، وهنايا قال له انا ما كنتش باغي نكون منكم من الاول. وهنايا تعصب عليه وعطاه واحد الضربه للكرش، وفجاه طيح واحد الجي بي اس. وهنايا دخلوا القوات الخاصه وغادي يبديو ما كاين غير التشلاخ والقرطاس يتشير. وهنايا جات لعندو ميغا وقدرت تعتقو وقطعت ليه داك الحبل اللي كانوا رابطين به وخلاتو، ومشاو صافي كيتقاتلوا بيناتهم مع دوك النينجا ومع الاستخبارات. وهنايا دخل عندهم رايزو وبقى يتقاتل، وشكون غادي يتصادف في الاول؟ الرباعي اللي شدوه، واللي من بينهم غادي يكون هذاك اللي عدم صديقته في الاول. بقى مقاتل معاهم، قدر يطيحهم كاملين، قدر يصفيها ليهم كاملين، وبقى غير واحد. وشكون هذا الواحد اللي غيبقى في التالي؟ اللي قتل صديقته. وهنا تحلف فيه رايزو مزيان وقال له اليوم بيا ولا بيك. نوضها هو وياه، دقه فيا دقه فيه، كان النيفو ديالهم بجوجهم يعني مقارب، ولكن في الاخير قدر يغلب عليه رايزو وقدر صافي يسالي معاه. من بعد ما سالى معاه بقى المعلم. هنا مشى رايزو ديريكس قصد المقر ديال المعلم. هنا مع طلق المعلم قال له صافي هادشي اللي بغيتي، انت دمرتي لي داكشي اللي باغي، وصافي نوضها هو وياه. المعلم كان متفوق على رايزو بزاف، كان كيقدر يطيحو ديما، وكان ديما كيخرج له من كل بلاصه وكيقدر يطيحو، ورايزو ما كان كيقدر يدافع حتى على راسو. وفي الاخير هو وياه منوضينها دقه فيا دقه فيك. من بعد عاوتاني رجعوا لمرحله السيوفه، ولو كيتحاربوا بيناتهم بالسيوفه دقه فيا دقه فيك، ولكن في الاخير قدر يتغلب عليه المعلم، وهو يلا قاصدو باغي يصفيها ليه. وهنايا ناضلو عاوتاني رايزو، وهنا عاوتاني اختفى المعلم، وبقى كل مره كيخرج له من جهه وكيضربو وكيولي يختفي. عاوتاني يلا كيبغي رايزو يطيحو، عاوتاني كيولي يختفي له وكيخرج له من جهه واحده اخرى. وفي التالي غلب عليه، يلا بغى يصفيها له. وهنا خرجت ميغا وضربته بواحد القرطاسه، ولكن ما نيطات منه والو، وجالا من اللور وطعنها في الجهه تاع القلب ديالها. صافي رايزو حقد عليه خاصه فاش شافو قتل حتى هادي. وهنايا يلا جا باغي يقتلو المعلم ولقاه اختفى. وهنا بقى يخرج له رايزو من كل بلاصه، بقى ليه دقه 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 دقه، بقى كيضرب فيه صافي تطيحو. ومن بعد ولا عطاه واحد الضربه اللي سالا معاه بها وصفاها ليه في مره. من بعد مشى يطمن على ميغا، وهنايا فرح حيت لقاها باقا حيه، والسبب هو انه كان عندها القلب على الجهه ديال اليمين. وهنايا صافي خرجها للضباط وخلاهم يعيطوا للاسعاف باش يعالجوها. وهنا صافي غادي تكون النهايه نتاع الفيلم نتاعنا، من بعد ما رايزو قدر ينتقم من العشيره ديالو كامله. نتمنى يكون الفيلم عجبكم، وما تنساش دوز لعندي الانستغرام اللي غنخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبشن اولا في اول تعليق مثبت. وما تنساش تخلي لايك واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس كتقديرا لمجهوداتي، ونتلاقاو في قصه تاع فيلم واحد اخر. وحتى لهنايا غنقول لكم تهلاو.